ده بضحك على ايه؟ ضحكني معاك. تعالى تعال. طبعا قلبك هيقف، قلبك هيقف هيقف. طبعا كل بني ادم في الدنيا دلوقتي هيجي يقول لك ذا ماستر اوف سسبنس. مش محتاجة حاجة يعني. كل واحد هيهري وارفع العلم دلوقتي. هتلاقي كل واحد ماسك العلم عمال يقول لك ذا ماستر اوف سسبنس. بيس يا مان بيس. ذا ماستر اوف سسبنس. كله هيمسك لك في الجمله ذا ماستر اوف سسبنس. ليه؟ بيحسسك ان الاهلي ده مثلا قاصد كل ماتش يكسب في الثانيه الاخيره. هو يعني ايه؟ هو عقليته كده. عايزين دايما يحسسونا ان الاهلي قاصد يكسب في الثانيه الاخيره. طب ذا ماستر اوف كوفتنز ممكن تمشي. ذا ماستر اوف كوفتنز مش حلوة. الكفته لذيذه جميله جدا. اصلا ما تقنعنيش ان انت بتنشن تكسب في السنه الاخيره. يعني ده انت لو ظبط ستوب واتش يبوظ منك. يجلي. لكن تقعد الماتش كله مش عارف تكسب، وحتى الوقت الاصلي يخلص تقوم تلعب وقت اضافي تفشل فيه، تحرز هدف في الدقيقه 96. يا راجل حرام عليك، ده انا نزلت فيديو ومسحته. يا راجل ما ينفعش، يا راجل ما ينفعش. فطبعا الزياطين دلوقتي هيقعدوا يقول لك ذا ماستر اوف سسبنس واحنا معاهم. وانا زهقت من القصه ديت. ما انت ما تعرفش بقى ده ايه بقى. انت ما تعرفش ده ايه اللي بيحصل ده. ماتش ماشي في اطار انه خلص وخلاص، كلنا بنحتفل بفقدان الاهلي نقطتين وفرحانين، وحاجه لا تحدث الا مع النادي الاهلي. خليها تراك ليك من الاخر. اسالوا الرجاء المغربي لما يروح يلعبوا معاه في السوبر ولا يلعبوا معاه في ماتش، تلاقي الاهلي طول الماتش ولا موجود ويجيب جون في اخر ثانيه. اسالوا غزل المحله يقعد الماتش كله خسران 2-0 ويا ريته حتى يتعادل، لا يكسب عادي جدا. اسالوا انبي يكون متقدم برضه 2-0 لحد اخر 3 دقايق وتلاقيه جاب 3 جوان، يا ريته بيتعادل. حاجه غريبه جدا. وكانهم اللعيبه دي معاها كتاب كيف يفوزوا بلس 90. صيح طرب، صيح سمعنا الطرب. ما بيعرفوش يكسبوا غير بلس 90. وانا النهارده مش هعرف اقول على فريق فاركو انه فريق ضعيف، مش هعرف. ولا هعرف اقول ان هو كان مستسلم، ولا هعرف اقول انه قصر. لان اللي بيحصل ده يا جماعه انا ما بشوفوش غير مع النادي الاهلي. والله العظيم بشوفه غير مع النادي الاهلي. وعلى كل فريق يلاعب النادي الاهلي ان هو يذاكر جدا كيف يتعامل مع النادي الاهلي في البلس 90. لا واضح انك فاهم. ازاي ذا ماستر اوف كوفتنز دي؟ ذا ماستر اوف كفته. الكفته بتاع البلس 90 اللي ما حدش فاهمها لحد النهارده. خلاص يا رب ارحمني بقى، عجل بأمري عشان خلاص انا خلاص يا باشا. حاجه من الاثنين، يا الفرقه ضعيفه في ال90 نفسها في 90 دقيقه والاهلي كده كسب، يا الفرقه قويه والاهلي الكفته بتاعته بتشتغل بلس 90. طب إيه يكسبوا ازاي بقى؟ يعني قول لي انت بقى. يعني الفريق لو ضعيف هيخسر في 90 دقيقه، طب الفريق لو قوي يا عم اسلام هيخسر في الكفت تنز. ذا ماستر اوف كفته تنز. الكفته تشتغل بلس 90. يعني كده خسران وكده خسران، ملهاش حل يابا، ملهاش حل. كولر بره فقد الامل. الكابتن ايهاب جلال كان مبسوط جدا وسعيد وعمال يحضن في لعيبته، كلنا بنحتفل. الدقيقه الثابته من الوقت بقى ضايع. لازم تخش ليه؟ ما تجيش في العرض حتى ليه؟ صوت نباحك، صوت صياحك تضربني. ما تخبطش في حد ليه؟ ليه الكوره في اخر ثانيه مع النادي الاهلي لازم تدخل، لابد ان تدخل.
فاكر لما كان عادل امام بيقول لك في السيد الشغال دوت لابد ان ادخل بكما، هو لابد ان تدخل الكره دي. ليه لازم تخش؟ ليه مثلا محاوله للنادي الاهلي في بلاصه 90 ما تخشش؟ ليه ما تجيش في العارضه؟ ليه ما تخبطش في كتف لاعب؟ ليه ما تطلعش بره؟ ليه لازم تدخل؟ ليه الاهلي لازم يسجل في بلاصه 90؟ ده سؤال مهم جدا نفهمه نعرفه. سؤال وجيه من انسان تافه، انما هنرد عليه. وطبعا كله يقول لك اصل احنا ملوك البلاصه 90. يعني ايه ملوك البلاصه 90؟ هو انت ما بتلعبش غير البلاصه 90؟ يعني انا عايز افهم، انت مقتنع باللي بتقوله؟ يا ابني كفته يا ابني، والله ما فيش حاجه اسمها كده في قاموس كره القدم، ما فيش الكلام ده يا جماعه. اللي انتوا بتقولوه دوت مش منطقي. انت هتندب لي يا اخويا. مش منطقي يبقى عندك 90 دقيقه انت مش عارف تعمل حاجه وضايع، والفريق اللي قدامك هو اللي حق انه يكسبك، وانت تجي لك الفوقه في اخر دقيقتين. يا ريت اخر دقيقتين، ده اخر دقيقه ولازم تدخل. انما انت ايه اللي جابك هنا لا مؤاخذه؟ اتقفشت في خرابه؟ يا جماعه ما علينا، انا زهقت وعمري ما شفت اللي بيحصل مع النادي الاهلي ده بيحصل مع اي فريق تاني خالص. والله لفيت مهما لفيت، خدتها من شرقها لغربها وشفت دوري ياباني، دوري هندي، دوري بتنجاني، اي حاجه، عمري في حياتي ما شفت اللي بيحصل مع النادي الاهلي ده. وفي النهايه كابتن ايمن الكشف ذا ماستر اوف، اكتر كلمه بتضايقني ما بحبش اسمعها لانها مش منطقيه. مفيش حاجه اسمها ذا ماستر اوف سسبنس. ما تكسب يا عم، ما تكسب اي وقت. ليه ذا ماستر اوف سسبنس؟ ليه البلاس 90؟ ليه حرق الدم؟ بلا صياح ارجوكم، بلا صياح، الوضع ريلاكس خلاص. ما انت عايز تكسب، ما تكسب، اكسب قبل كده يا بابا، اكسب قبل كده. انت جاي تكسب لنا في اخر ثانيه؟ طب بلاش احنا جمهور الزمالك، احنا كخه حلو. طب جماهيرك يا حبيبي، طب جماهيرك، يعني انت قصد جماهيرك تعصبها يعني؟ طب بلاش احنا وحشين. طب جماهير الاهلي انتوا قابلين تكسبوا كل ماتش في اخر ثانيه راضيينها؟ مالكش دعوه، مالكش دعوه. ردوا عليا، انتوا راضيينها؟ مفيش كده في الدنيا في الكوره يا جماعه. انا ما شفتش كده، والله ما شفت كده. ايه الدقيقه 96 اخر ثانيه؟ ايه في ايه يا جماعه؟ مش ممكن. لا واحد بيقول اصل احنا طيبين، واحنا ايه يعني؟ ايه اللي احنا طيبين؟ طب ما لو حد يا طيب يا جميل، انت يا جميل اصل طب يا ضالي وشك منور، ما بتكسبش ليه في الدقيقه ده يعني قبل ال 90؟ وشك منور ده انت جميل. احنا وحشين، ما بتكسبوش ليه قبل ال 90؟ بلا صياح ارجوكم، بلا صياح. ليه بعد ال 90؟ ليه الفرهده؟ يعني ليه حتى تتعب جماهيرك؟ طب جماهير الاهلي نفسها، احنا يا عم جماهير الزمالك، طب احنا ليه؟ احنا اتعشمنا ماشي، طب وجماهير الاهلي؟ بصوا في حاجه، في بروتوكول تعاون ما بين الدقيقه 90 وبين النادي الاهلي، الله اعلم بقى، الله اعلم، لكن الحوار ده مش طبيعي. بس بقى كده ظهرت قوي. انت كده قطعت لي الشورت في البسين. الايه؟ الشورت في الكمين. الايه؟ الشك باليقين. الشك في الكمين. الشك باليقين يا بني ادم. مش طبيعي، خدها مني والله ما طبيعي يا جماعه. مفيش فريق في العالم بيحصل معاه اللي بيحصل مع الاهلي. بقول لك ما بيتجليش، ما بتجليش. خليها تجلي مره وانا اقتنع ان دي كوره. ما بتجليش، بعد ال 90 لازم تخش. بقول لك اسالوا اصدقائنا في المغرب، الرجاء المغربي اللي حصل. اسالوا اي فريق بيلعب مع النادي الاهلي، اسالوا المحله ولا انبي، اسالوا على اي فريق شاف البلاصه 90 العجيبه دي. واو فانتاستيك. تلاقي دايما اي كوره في الاخر لازم تدخل جون، وتلاقي الاهلي بيجيب بالكوشه. يعني مثلا لو خسران 2-0 تلاقيه رجع جاب له 3 جوان من اول الدقيقه 89 كده لحد الدقيقه ايه على حسب الوقت، ولكن في اخر تفتوفه كده بالدقيقه 90 يجيب له جون، وبعد كده لازم الحكم يديله 7-8 دقايق وقت ضايع. ما الحكم النهارده ادى 6 دقايق لازم، يمكن الاهلي حاول. الاهلي بقى ساب ال6 دقايق كلهم ليه؟ ما هو متعادل، اي جون في اي وقت
ساب ال6 دقايق كلهم وجه يجيب في اخر تفتوفه في الماتش. اخر تفتوفه في الماتش. ليه بقى؟ عشان انا بقى اتعب بقى. قلبك هيقف، قلبك هيقف. ما شفتش كده في حياتي يا جماعه. نروح اتفرج على نادي الزمالك، والله حرام، نقطتين كانوا بتوعنا، والله العظيم النقطتين دول بتوع الزمالك، اقسم بالله النقطتين بتوع الزمالك. انا ما شفتش كده في حياتي يا جماعه. عايزين تكسبوا الوقت عندكم متسع، عندكم متسع، اكسبوا في كل الوقت بتاع الماتش، لكن مش في اخر ثانيه يا جماعه. ايه ده؟ ومفيش مره اتجلي. السلام عليكم. عشان الواحد يتخنق والله، انا ما شفتش كده في حياتي. السلام عليكم. خليها تكلك من الاخر.